بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن حاجة دسمة شوية، tables و instance. نتكلم عن أول حاجة هي التيبل. فعشان نعرف التيبل لازم نكتب توكل برضه. دلوقتي هنكتب مثلا نعرف الاسم نخليه تيبل عادي، هنسميه. عشان تعرف التيبل لازم تكتب علامتين القوسين دول. التيبل عبارة عن مكان بتخزن فيه كذا نوع بيانات. مثلا نحط جواه أول حاجة اللي هو في كذا نوع بيانات، عبارة عن string اللي هو الأسماء العادية، تكتب أي اسم. مثلا نكتب هنا ستار. في نوع بيانات تاني هو الأرقام، نكتب أي رقم مثلا 22. في أنواع بيانات كتير بس خلينا في الأول في البسيط منه اللي هو ده. في برضه نوع برضه حلو اللي هو عبارة عن البوليانز، هو true و false. احنا دلوقتي عايزين نطبع بس أول حاجة التيبل. مينفعش نسمي نفس الاسم بتاع التيبل ذات نفسه. هنسمي عملت تيبل مينفعش تسميه نفس الاسم، بس حرف. طبعا أنا التيبل سواء طبعا هنا التيبل كلها زي ما احنا شايفينها مترقم هنا 1 2 3 4. بعد دلوقتي احنا مثلا عايزين نجيب الاسم بس، فنحدد هنا الرقم اللي بيبقى قبليه. مش شرط يبقى رقم، بس هنتعلم دلوقتي مش شرط يبقى رقم. يعني مثلا هنا 1، عايزين نكتب بعد الاسم نجيب مثلا هنا ايه طار، نكتب أي حاجة. عايزين نجيب الرقم اللي هنا، فهنا بدينا 1 2 3 4، فهنا هتبقى دي 5. بنحدد العنصر الخامس منها زي ما احنا شايفين طبعا. ممكن كمان تستخدم التيبل، فانت مثلا مش عايز تستخدم الأرقام. نمسح كل ده الأول، نكتب نيم تساوي ستار. المفروض كان بنستخدم نكتبها player 1. نكتب مثلا age 22. ونسيب دول بس لحد دلوقتي. احنا عايزين نطبع، لو مثلا نيجي نجرب نطبع 1 و5، 1 و2، هيدينا ايرور دلوقتي. زي ما احنا شايفين ادانا نيل او مش ايرور، يعني نيل يعني طبعا حاجة مش موجودة. يعني كأنك عرفت مثلا ان التيبل بتساوي نيل، يعني التيبل مش عبارة عن حاجة. احنا ليه هنا طبعا نيل؟ هنا في الأول كانت بيطبع لنا 1 2 3. خلينا نجرب على طول نطبع التيبل. احنا شايفين التيبل كتب لك بدل 1 و2 كتب لك الحاجات اللي انت سميتها هنا. هو الأول سمى لك 1 2 عشان انت مش مسمي هنا أي حاجة. احنا بس عايزين عشان نجيب دلوقتي الاسم، نكتب هنا جوه النقطتين دول، مش فاكر اسمه بصراحة. هنكتب نيم نجرب مسافات، نكتب ايج، نغير الاسم ده عشان نغير نكتب تي بس. طبعا دي طبعا هتفيدنا في المستقبل ان شاء الله لما هتحب تعمل بيتا. انت عايز تجيب هنا اللاعب والاسم وتحط له هنا مميزات مثلا سكيلات ليفل وكام وكده. طب انت هنا مش عارف، هو لو جات لك تيبل مثلا من اي سكريبت تاني وحبيت تجيب تيبل من قاعدة البيانات، ممكن ما تعرفش ايه اللي جواه. فاحنا عايزين نعمل هنا لوب ونجيب كل اللي جواه. نكتب فور اي في ان بير، نكتب هنا تي. خلينا نبقى الاول بس برنت اي والفي. اي والفي دي عبارة عن ايه؟ كل تيبل بتتكون من عبارة عن كي، هو ده كي اللي هو بيبقى في الاول. هو عبارة عن عندنا دلوقتي كي اللي هو الاسم، والفاليو اللي هي بتبقى بعد اليساوي اللي هي دي. احنا بنطبع هنا الاي، هو بيجي بالترتيب كي وفاليو. الاي عبارة عن النيم، فنطبع هنا الاسم، والفاليو عبارة عن اللي بعديها هنا. ليه كتبنا هنا بيرز؟ بيرز هنا بيخش جوه تبقى خاصة بس بالتيبل. لو كتبت هنا مثلا اي بيرز، هنا بتعمل لوب، بس بتعمل لوب بس على الحاجات اللي هو مثلا جوه فولدر، جوه ورك سبيس. متقدرش تعمل. خلينا نجرب دلوقتي نكتب اي بيرز بدل بيرز. ميطبعش اي حاجة. ليه؟ عشان مينفعش يعمل لوب الاي بيرز على تيبل، يقدر يعملها بس على الحاجات اللي جوه اللعب. نكتب هنا بير
زي ما احنا شايفين بنلاقي الاسم اللي عبارة دلوقتي عندنا اللي هو الاي اللي هو عندنا بيساوي كي، والفي اللي هو بيساوي فاليو. نسيب التيبل لحد دلوقتي، نخش على الانستنس. الانستنس عبارة عن انت مثلا هنا جيت على ورك سبيس ودوست زائد، لما كنت تضيف مثلا فولدر بارت، فالانستنت هنا عبارة كنت تعتبره عن زر الزائد اللي هنا جنب الحاجات. هنكتب فين دلوقتي نعمل بارت، فهنكتب بارت تساوي انستنس. عشان تعمل انست جديد كان هنا دوست على زائد، تكتب دوست دوت نيو، وتحدد جواها هنا في ايه بقى، في بارت. عندك كل الحاجات اللي عبارة اللي بتلاقيها هنا. عايزين دلوقتي نعمل بارت بس. أول ما عملت بارت لازم تحدد البيرنت بتاع أو هتوجد فين. انت هنا لو مثلا خلينا نكتب بس الأول الخصائص بتاعتها بارت، ولازم تحدد كل خاصية جوه البارت، مش كلهم، لازم تحدد اللي هو الأهمهم. لازم تكتب البوزيشن، وممكن تستبدل البوزيشن بالسي فريم. إن شاء الله يبقى في حلقة كاملة على السي فريم ذات نفسه، عشان تركز أوي في الأكواد كلها. دلوقتي احنا بس نشرح على الانستنس. يعني خليه يساوي، خليه يجيب نفس مكان البلاير، ولا خلينا نجيب سي فريم دوت نيو. خلينا عشان نبسط الأمور دلوقتي نخليها بوزيشن. فاحنا عايزين دلوقتي نجيب مثلا البوزيشن فين، خليه مثلا في المكان ده. فانت عايز هنا تعرف البوزيشن ده هنا كام، هنخش على البارت ده نجيب البوزيشن بتاعه باختصار. خليه أرقام صحيحة بس عشان يبقى سهل. 130. هنا دلوقتي ده البوزيشن بتاعنا، فناخده هنا كوبي ونخش في البوزيشن زي ما اتعودنا فيكتور 3 دوت نيو نحطه. خلصنا البوزيشن. ممكن نعمل لون مختلف مثلا بارت بريك كولر تساوي بريك كولر دوت نيو خليه جراي. نيجي نجرب، مش هي بارت طبعا مش هيجي عشان احنا محددناش المكان اللي هو ينزل فيه. انت مثلا هنا لما نزلت اللاعب يحدد مكانه جوه الورك سبيس، انت هنا محددتش مكانه ينزل فين البارت. احنا عايزين نخلي البارت ينزل جوه الورك سبيس عشان يظهر معانا في اللعبة. لو حطيته في اي حتة هنا تاني مش هيظهر. عشان تحدد نكتب هنا بارت دوت بيرون تساوي ورك سبيس، او ممكن تكتبه مع الانستنس هنا حطه جوه ورك سبيس كده كأنك بتقول كده، بس اختصار بسيط ليها. زي ما احنا شايفين البارت نزل اهو، حطينا في البوزيشن. تقدر تغير بقى اي خاصية، مثلا تغير الحجم، تغير اي حاجة، وهكذا. يعني ممكن تبدل البارت بأي حاجة بس هم أشهرهم من البارت. عايزين دلوقتي نعمل 4 بارتات ونخزنهم جوه تيبل، ونفعل التيبل تاني. عشان نعمل 4 بارتات لازم نعمل لوب، نكتب فور اي بتساوي 1، أو من غير ما نكتب اي، ونكتب عدد المرات نعملها كام مرة، 3 مرات لازم الأول حتى بعد ساعة. ماشي كده عملنا اللوب. هنا يتبع لنا 3 مرات نحطهم. عايزين بس نغير المكان عشان يبقى في فرق ما ينزلوش ورا بعض. مثلا نغير الإكس، نزودها على حسب الآي. احنا شايفين هنا نغير المكان. بس مش عارف ان ثواني كده زائد، نجرب معاكم. خلي على محور الواي، شوف هيحصل ايه. زي شايفين لما نغير على محور الواي هيطلع فوق بعض. عايزين دلوقتي بقى نخزنهم جوه التيبل. فنخزن حاجة نحطها جوه التيبل، نكتب تيبل. احنا مش بنستدعي التيبل دي، انت بتستدعي نوع البيانات ذات نفسه اللي اسمه تيبل. لو دوست دوت هنا نلاقي كذا حاجة. خلينا دلوقتي في insert. لو بتضيف حاجة جديدة هنا بيقول لك ضيف التيبل ذات نفسها، يعني هتضيفها جوه انهي تيبل.
احنا هنحدد هنا التيبل عندنا الفاريبل اسمه تي. هنضيف ايه جوه التي دي؟ هنضيف جوه الفاليو مثلا، خلي مثلا ضيف بارت على طول بارت. بعد ما يخلص كل ده عايزين نطبعه تيبل. زي ما احنا شايفين هنا طبعا عليها بارت، وما تعملناش اسم البارت. لو دوسنا عليها مثلا هنا بتلاقي حدد لك البارت هنا، هو بيديك هنا الانستنس ذات نفسه، بيديك البارت ذات نفسه اللي جوه الورك سبيس. هنا لو عملنا هنا زي ما احنا شايفين كده. طب لو عايزين نميزها بدل الواحد دي، نغير اسم البارت، خليه بارت اتنين يساوي بارت، يعني بتقول له بارت رقم واحد اي. هنا بتغير البارت على حسب التكرار بتاعه. عايزين نضيفها جوه النيم، فنكتب نفتح القوسين دول، نكتب هنا الكي نيم تساوي البارت، نطبع تشغل تا 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 باب. we have problem. للأسف واحد كده طلعت على قد. نسيت إن أنت لما تضيف هنا insert فهو بيضيف لك الفاليو كله، يعني أنت مثلا مسكت دي كده كأنك حطيت هنا، فهنا برضه هيطبع الواحد. احنا عايزين نطبع لنا الواحد هنا من جوه. عايزين مثلا نطبع بس من غير الواحد هنا، فمش هنستخدم insert، سيبها على جنب. أنت عايز تضيف هنا جواه على طول جوه التيم، هنحدد هنا name تساوي بارت دوت name. يبقى هنا بارت شغل واشتغل معانا. الفرق بين دي ودي بس ان انت هنا لما تكتب هنا بين قوسين، ان القوسين هنا مربع. المهم الفرق بين دي ودي انت كأنك بتمسك هنا الفاليو كده تحطه هنا. لو عايز تغير اسم الفاليو بدل ما تكتب واحد اتنين تلاتة تكتبهم بالطريقة دي. نسيت اشرح جزئية معينة، مثلا انت هنا جبت البارتات اللي جواها، فانت عايز تطبع مثلا كل الخصائص بالبارتات اللي جواها. هنعمل بعد ما نخلص هنا الإضافة نكتب فور لوب عشان يجيب كل البيانات اللي جوا التيبل اي والبي والبير ان بير تي اي وبي. طبعا هنا البارت هنا الاسم عشان حد بس نشوف الاختلاف. نكتب رن حد الكي الاي، نكتب هنا الفاليو بتاعها في. هي هيقول ما ينفعش تدمج السترينج، يعني ما ينفعش تعمل الحركة دي مع الانستنس عشان انت هنا بتجيب له البارت كله. انا مفكر يعني ان احنا عايزين نطبع الخصائص اللي جوه البارت في الفور، او مش الخصائص بس انت ضفت هنا حاجات جوه البارت، يعني ضفت هنا بارت جواها بارت. فعايزين نجيب هو نجيب هنا الشد اللي هي مش هيبقى مربوط بحاجة بس مستقبلا يعني. نكتب هنا اي وفي. خلينا نجرب هنا نكتب مثلا بيرس وهيدينا ايرور بس عشان نفهم ليه جوه الفي. نغير بس هنا الاسامي، خليها حاجة مثلا اتش وجي. طبعا شايفين هنا كتب لنا مينفعش نكتب بيرس كانستنت زي ما قلت قبل كده، مينفعش تكتب بيرز على حاجة يعني على طول، هنا لازم تكتب اي بيرس. tables got instance. خش. فهي هنا انت ممكن تعرف الايرور في السطر الكام، في حد تشوف الايرور فين. هنا بتقول له ما ينفعش يعمل اي بيرس على الحاجة هنا على طول، لازم تكتب له يجيب كل الابناء اللي جواها. هنعمل هنا get children.
طبعا مطبعش حاجة عشان هو ما ضفناش حاجة جوه البارت ذات نفسه. فمثلا عايزين نضيف جوه البارت، نحطه جوه بارت، فهنعمل ازاي؟ يعني بارت جديد من غير ما نعرف هو متغير انستنس دوت نيو بارت، وخلي البيرنت بتاعه بقى ايه اللي هو البارت ذات نفسه كده. نفس المشكلة اللي هو مينفعش نطبع الاتنين جنب بعض، فهنشيل دي في البرنت اتش جي. حلو حلو إن جبنا ايرور عشان نحلها. هنا التافه ان احنا كنا كاتبين هنا بيرث من البرنت، اتنين شبه بعض الصراحة. يعني زي ما احنا شايفين كتب لنا اللي هو هنا كي اللي هو عبارة عن واحد، بيقول لك هنا الشايلد رقم واحد. هنا كتب لنا البارت، وكتب لنا طبعا لنا البارت ذات نفسه. عايزين نشوف هنا، نبدأ اللعبة لو دوسنا على ذات نفسه هنا نخرجه من مكانه عشان نحط لنا بص هنا بوزيشن في أي مكان عشان احنا محددناش البوزيشن بتاعه. يعني شايفين هو ده البارت. في هناك تاني. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون استفدتم. السلام عليكم.